بما اننا في موسم الفول عشان تقريبا معظم الناس بتاكله على السحور، فلو بتشتكي من وجع في المفاصل عامة، او وجع في صوبع رجلك الكبير تحديدا، او احمرار وتورم في المفاصل، او شعور بالشكة في كعبك، فده غالبا بسبب اليوريك اسيد العالي بسبب الفول. وده طبعا عشان تتأكد منه لازم تعمل تحليل وتعرض التحليل على الطبيب المختص. فلو طلع اليوريك اسيد بتاعك عالي، انت لازم تقلل اكل الفول، وكمان تقلل استهلاك اللحوم الحمراء واعضاء الحيوانات اللي لونها احمر زي الكبده مثلا، وكمان تقلل شويه استهلاك بعض السي فود زي مثلا المحاريات، التونه، السردين، البوري. انا مش قصدي كلكحها عليك، وهتقولي طبعا طب المفروض اتسحر ايه؟ نوع، مش لازم كل يوم فول، في زبادي، جبنه قريش، بيض. وطبعا مش محتاجه انصحك ان انت لو اليوريك اسيد طلع عالي لازم تتابع تحاليلك باستمرار مع طبيبك المختص، وتاخد العلاج وتظبط اكلك. اكتب لي في الكومنتس هل قبل كده فعلا حسيت بالاعراض اللي بقولك عليها وطلع يوريك اسيد عالي؟